تسببت المغنية البحرينية حلا تركي بإحداث ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد ظهورها برفقة الممثل اللبناني عباس جعفر ببرنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا. وغردت الترك حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لها وهي ترقص الدبكة اللبنانية مع الممثل عباس جعفر خلال البرنامج. وتسببت تصريحات البحرينية حلا تركي الجريئة بشأن أهم الأشخاص في حياتها غضب متابعيها وجمهورها الذين اتهموها بحقوق الوالدين. وقالت حلا خلال البرنامج إن أهم 3 أشخاص في حياتها هم جدتها وعمتها وخالتها، دون أن تشير في إجابتها إلى والدها، ولم تذكر أسمائهما. من هي حلا ترك رغم صغر سنها؟ إلا أن حلا ترك تعمل كمغنية وممثلة ومقدمة برامج بحرينية. ولدت في 15 من مايو 2002 لأب بحريني هو المنتج محمد التركي، وأم سورية وهي منى السابري. وبدأت حلا تركي مشوارها الفني وهي تبلغ من العمر 7 سنوات بظهورها في برنامج ستار صغار الذي عرض على قناة أبو ظبي عام 2009، وقد غنت للفنانة أحلام حينها، واشتركت ببرنامج المواهب عرب جوت تالنت. وتعرف حلا ترك بحبها للغناء والدندنة منذ صغرها، حيث شاركت في العديد من برامج الهواة وفازت في أحد البرامج بالمرتبة الأولى لغنائها لأم كلثوم. مشوار حلا ترك الفني من الأغاني التي أطلقتها المغنية البحرينية حلا ترك أغنية زهقانة، وذلك عام 2012، وفي نفس العام طرحت أغنية بنت الحبوبة. كما شاركت في مسرحيات منها مسرحية زين الأدغال عام 2016، وفي عام 2015 شاركت بمسرحية زيت الأوطان. وقامت حلا عام 2014 بتقديم برنامج المسابقات هو وهين وهي على قناة MBC 1. آخر أعمال حلا التركي وطرحت الفنانة البحرينية منذ أيام أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان شتبي مني، من كلمات الشاعر الغنائي فراس الحبيبي، تلحين وتوزيع ميثم علاء الدين، إنتاج بلاتينيوم ريكوردز، والمخرج فادي حداد. وجاء طرح حلا التركي لهذه الأغنية بعد النجاح الذي حققه عملها الأخير أغنية ممنوع اللمس، الذي تخطى حاجز 121 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.